دكتور زينة، مساء الخير. اهلا يا نادين. ممكن اتكلم معاكي شويه؟ اكيد، اتفضلي. طيب، اول حاجه انا ما قصدتش ان انا اتعداكي. انا كنت محتاجه زقه صغيره بعد ما قدمت ورقي هنا في الجامعه، وكل الحكايه ان دكتور ادهم صاحب ناس صحابي، فما كنتش عارفه اوصل لحد غيره. اما بقى بالنسبه للموضوع القديم فانتي عندك حق. مش فاهم ازاي؟ دكتوره وفاء مرات بابايا فعلا كلمت وقتها ناس صحابها عشان تتوسط لي، بس انا ما كنتش اعرف. انا دخلت قدمت وامتحنت زيك بالظبط. اما بالنسبه للموضوع الاخير والاهم، يا ريت ما تدخلينيش طرف خالص في علاقتك بدكتور ادهم. معلش، واختك ما خلتش نفسها براها ليه؟ الحقيقه ان مي دلوقتي ما فيش في ايدينا حاجه غير ان احنا ندعي لها. انا اسفه، ربنا يقومها بالسلامه. يا رب. كان في مشروع كده من كام سنه، كان حد عامله في دفعتك، مشروع أتينا. المشروع ده انا بدور عليه ومش لاقيه على الداتابيس خالص، وكنت عايزه اوصل لحد من اللي كانوا شغالين على المشروع ده. اشمعنى المشروع ده؟ لا، مش عشان حاجه، انا بس كنت عايزه ابص على المشاريع القديمه كلها عشان اتاكد ان المشاريع الجديده اللي هتتقدم السنه دي ما فيهاش اي فكره مكرره. طيب، هو كان في واحد اسمه هشام خطاب كان شغال على المشروع ده، تقدري تحاولي توصلي له. انا وصلت له وقال لي ان انا لازم اكلم دينا او سليمان، وكمان قال لي ان انتي اللي عارفه مكانهم. لا، هو الحقيقه انا بقالي سنين ما اتكلمتش مع حد فيهم. اوكي. الو، انت فين؟ انا موجوده في دبي، عندي شغل اسبوع كده وراجعه. في حاجه ولا ايه؟ طب انت عرفتي اللي حصل لمي زيدان مش كده؟ سمعت. طب اختها نادين بتسال على المشروع. مشروعي؟ اتينا.